اطلع بزيرة من جيب كوكا الاول علشان اعرف اتكلم معاه. على راي الفنان احمد العوضي لما قال دخان كتير كفته قليل، عندنا بقى في الكوره في فاموس كتير كفته قليل. سامع صفحات الزملكاويه او الزملكاويه عمالين يتكلموا وعمال يقول لك ايه، الحمد لله ان احنا مشينا زيزو تمام كده وجبنا، عشان احنا لو ما كناش مشينا زيزو ما كناش عرفنا بزيرة، او لو ما كناش زيزو ما كانش مشي ما كناش اتعرفنا على بزيرة وما كانش بزيرة لعب مكانه. فانا عارف انت اللي هو ايه، عمال اقول ايه هو يعني هم ليه عمالين يقولوا كده؟ طب ما جايز الزملكاويه يبقى عندهم حق واحنا اللي غلطانين، وجايز يبقى هم مستفيدين او عندهم الاستفاده الاكبر من مشيان زيزو، بالرغم طبعا ان كل الكلام اللي بيتكلموه انا عارف ان هو من قهرتهم ومن حرقتهم ان زيزو مشي. زيزو اللي مشي من عندهم فري وما خدوش منه مليم واحد ولا جنيه واحد، يعني هم عمالين يتكلموا يقول لك ان زيزو مشي. يا حبيبي زيزو مشي من عندك مجانا، افضل لاعب كان عندك في الفريق مشي منك مجانا وانت ما خدتش منه جنيه واحد. فانا قمت قايل ايه، طب ما يلا يا عم زيدان ايه، نروح نعمل مقارنه كده بين بزيرة اللاعب اللي هم بيقولوا استبدلوه مكان زيزو، حلو كده، بين بزيرة وبين زيزو، او بين ارقام بزيرة مع الزمالك في الدوري وبين ارقام زيزو مع النادي الاهلي في الدوري، حلو كده. اولا عشان اعمل المقارنه دي كان لازم في حاجه واحده لازم اعملها الاول، عشان ابدا المقارنه، او من العداله قبل ما ابدا المقارنه لازم في حاجه اعملها. ايه هي؟ اطلع بزيرة من جيب كوكا الاول علشان اعرف اتكلم معاه، لان هو طول ما هو في جيب كوكا من ساعه ما كان في ماتش الاهلي والزمالك وكوكا حطه في جيبه ما كنتش اعرف اعمل مقارنه، فطلعته. تعالى يا عم بزيرة اطلع من جيب كوكا، يلا بقى نعمل المقارنه، حلو كده. يلا نبدا المقارنه ونتكلم، وهتعرفوا في الاخر الهجص اللي الزملكاويه ايه بيهجصوه وبيحاولوا ان هم يبيعوه للناس ويقعد يقول لك بزيرة افضل من زيزو. حلو طيب، بزيرة لعب مع نادي الزمالك في الدوري 15 ماتش، ويمكن دي الحاجه الاولى والاخيره اللي بزيرة هيتفوق فيها على زيزو. بزيرة لعب 15 ماتش، زيزو لعب مع الاهلي 11 ماتش، يبقى كده بزيرة لعب زياده في الماتشات عن زيزو. خليك فاكر ان دي الاولى والاخيره اللي بزيرة هيبقى افضل فيها. تاني حاجه بقى، عدد الاهداف اللي جابها بزيرة في الدوري اللي بيقول لك افضل من زيزو، بزيرة جاب جونين، زيزو جايب 4. حلو، مش انا قلت لك ان الماتشات وعدد الماتشات هتبقى الحاجه الاولى والاخيره؟ كده عدد الاهداف زيزو افضل او ضعف عدد اهداف بزيرة في الدوري. طب تاني حاجه بقى المساهمات او الاسيستات بزيرة جايب 3 اسيست او 3 اسيستس تمام كده، وزيزو جايب 4، يبقى كده برضو زيزو في الاسيستات اكتر من بزيرة تمام. اجمالي عدد المساهمات بزيرة 5 مساهمات وزيزو 8 مساهمات، يبقى اذا بالعقل بالمنطق مين افضل؟ مين ارقامه في الدوري او مين مساعد الفريق بتاعه في الدوري اكتر؟ سامعك يا زملكاوي. بص اولا عشان نتكلم انا وانت لازم تكلمني بالمنطق. انا سامع زملكاوي عمال يقول لك ايه، يقول لك طب بزيرة مع نادي الزمالك في اجمالي الماتشات او اجمالي الموسم في كل البطولات ممكن يبقى جايب اهداف كتيره. حبيبي بزيرة جايب 4 تجوان في كاس الرابطه، في الوقت اللي بزيرة كان بيلعب فيه كاس الرابطه مع الفرق اللي بتهبط، اللي هم الفرق اللي هتلعب على الهبوط، كان زيزو مع منتخب مصر. فانا مش هحاسبه على ماتشات اصلا النادي الاهلي كان مقرر ان هو يلعب باللعيبه المستبعده واللعيبه الاحتياطيه واللعيبه الناشئين، يعني حاسب زيزو عليه، يعني حاسبه على ماتشات هو ما كانش اصلا موجود فيها. فزي ما بقول لك كده، عندنا في الكوره او عندنا في مصر في فاموس كتير كفته قليل، زي ما في كفته يعني دخان كتير كفته قليل. احنا عندنا في مصر بقى وفي الزمالك فاموس كتير، قول فاموس كتير وكفته قليل. ممكن يبقى لاعب كويس، لاعب بيتحرك كويس، لاعب بيساعد الفريق، لكن اجمالا في الواقعيه او في الارقام لا، زيزو افضل من بزيرة بكتير جدا. الدليل على كده الارقام اللي انا بقولها لك. السلام عليكم.